كيفاش بغيتيه يحس بالتمغربيات ويحترم البلاد ويحترم القانون؟ انسان ما قريتيش كتجي كتقول له ما مربيش خاصني نعاود لك الترابي، ما سكنتيش 40 متر بناها في جماعه قرويه اولا في حي شعبي كتجي كتريبها له، ما داويتيش كاين شي يقلب على اللي يكويلو اولا على اللي يبخ عليه بالكيف، ما خدمتيش دار كروسه ديال الخضره كتجي كتهرسها له، وتصورنا واضح بخصوص ثمن البيع النهائي للمواطن. زيت الزيتون ما خصوش يتعدى 30 درهم لترو، زيت المائده 10 دراهم، السردين 3 دراهم الى غلا، بطاطا مطيشه فلفله البصله هادو مواد اساسيه ما خصهاش تعدى 2 دراهم في بلادنا لانها بلاد فلاحيه طبعا، العدس اللوبيا الحمص 10 دراهم، البيض درهم، الدجاج 10 دراهم، اللحم ما خصوش يفوت 50 درهم الكيلو. الا كنتو فعلا حكومه من بطقه من الشعب هذه هي الحلول، وإلا كنتو حكومه ديال البطرونه شريو مع راسكم النقابات وزيدوا هلكوا الشعب كما هلكتوا التعليم، والعواقب ستكون وخيمه اكثر من اللي راها دابا. وشكرا.